بنبدأ الحلقة وأليس بتراقب الخادمة من خلف النافذة وبتلاقيها واقفة مع شخص بتقوله: توم، الأمر ده ما ينفعش تفشل فيه. بتقول أليس في نفسها. ماريس بترتجف وكأنها متوترة. لو الأمر مهم بالشكل ده تعالي نذهب إلى الداخل ونتحدث. لا يا رب ما يدخلوش، يا رب ما يدخلوش. لا طبعا، ده المكان اللي ماتت فيه الدوكة السابقة. عارف هي ماتت ازاي؟ من المخيف جدا ان انا اذهب بالداخل. انا كمان سمعت الخادمات وهما بيقولوا ان هما رأوا شبح في المكان ده. طيب قولي انت عايزة تقولي ايه بسرعة. عايزاك تذهب وتحصل على الدواء ده للدوكة. هو مش ده المكان اللي بيبيع السم؟ الدوق استيقظ حالا. السيدة بتخطط لقتله مرة تانية. الموضوع هيكون خطير جدا. الدوق ممكن يطرد السيدة في أي وقت. عشان كده احنا لازم نعمل حسابنا. وبعدين انت استخدمت السم ده أكتر من مرة لقتل الدوق. لازم تحضره خلال يومين. لازم نخلص من الدوق عشان احنا نعيش. ايه ده؟ ايه اللي أنا سمعته ده؟ مستحيل. انت عايز تشوف الأمير الأول؟ أيوة. بعد ما استيقظت قلت إن أنا لازم أجي أشوفه وأخلي فيه طاقة إيجابية عشان يستيقظ هو كمان بسرعة. بما إن الدوق طلب كده، إزاي أنا هرفض؟ شكل الإمبراطور تخلى عن الأمير الأول. بعد كده بيذهب إلى غرفة الأمير. تخلى عن الأمير الأول ومش كده وبس، لأ، ده كمان خلى غرباء هما المسؤولين عنه. حتى هما كمان تخلوا عنه. اسرع يلا وافحصه. حاضر يا سيدي. سيدي، السم اللي في جسد الأمير مش هيكون بقتله. لأ، هيفقده عقله. ده سم من نبات قوي جدا، يعني هيستمر في غيبوبة. بيقول كايلوس في نفسه. الطبيب ده هيكون مفيد جدا في الدوقية. سيدي أقسم لك إن أنا ما عملتش أي حاجة. أنا ما قلتش إنك عملت أي حاجة. قولي هتقدر تنقذه ولا لأ. الترياق نقدر نحصل عليه من الصحراء. تحضيره هياخد وقت طويل. حتى لو تم علاجه يا سيدي بنسبة كبيرة مش هيستيقظ. بيقول في نفسه. أعتقد إن هو لازم تحصل له معجزة زي اللي حدثت ليا. أخيرا جاء الصباح. أنا ما قدرتش حتى أنام بسبب قلقي من الخطط التسميم اللي هما وضعوها. هتمكن من رؤية الدوق من غير ما حد يلاحظني اليوم. عندك شيء تقوليه يا زوجتي؟ أيوة. أولا أنا آسفة إن أنا جيت في الصباح. انتي مرحب بيكي في أي وقت. أنا فعلا مهتمة بالدوق وأي شيء بعمله أو هعمله هيكون بسبب ضميري مش أكتر. اعتراف من ضميرك؟ تمام، اتكلمي بشكل مريح. السيدة كويلين بتحاول إن هي تسممك مرة تانية. بعد كده بيصمت تماما. بيسكت شوية وبعد كده بيقول لها. عايزة تسممني مرة تانية؟ ايه ده؟ ايه ردة الفعل الباردة دي؟ أنا مكنتش متوقعة إن ردة فعله هتبقى ضعيفة جدا بالشكل ده. معقول هو كان عارف؟ بس أعتقد لأ، هو يعني هيعرف منين؟ بتكمل كلامها وبتقوله. السم هيتم تحضيره ليك على العشاء غدا. واللي هيحضر السم هيكون الدكتور هيلكن. اللي أنا سمعتهم بيقولوا كده الخادمة مارس وشخص اسمه توم. تمام، فهمت. هو أنت مش مصدقني؟ لا طبعا مصدقك. يعني بالنسبة لردة فعلك. شكرا للإخبار يا زوجتي. يعني ده كله مش عايز تسألني أي سؤال تاني؟ طيب خليني أسألك. بتقوله بحماس. طبعا اتفضل اسأل. قوليلي عايزة ايه. فكرتي في الأمر؟ عايزة تكوني كاهنة ولا لأ؟ ايه ردة الفعل دي؟ أنا كنت مستيقظة طول الليل من القلق عليه. وهو مش منتبه ليا نهائي. شكلك متعبة اليوم، انتي مريضة ولا ايه؟ أنا طول الليل كنت قلقانة عليه زي الحمقاء وهو مش بتتكلم وبتقوم عشان تمشي. أليس. تعرف، الأمر محرج جدا. انتي تقصدي ايه؟ أنا ماشية. استني أليس. إجابتي على سؤالك هو إن أنا لسه مصرة أكون كاهنة. ايه ده؟ هي مالها؟ شكلها مستاءة جدا. بيكون قاعد في مكتبه بيفكر وبيقول. أول مرة أشوفها بتنظر ليا النظرة الباردة دي. بيقول الخادم في نفسه. طيب أشرح له إزاي إن هو لازم يتعامل معاها بإنسانية. أعتقد يا سيدي هي عملت كده بسبب ردة فعلك. لأن هي كانت مهتمة جدا بسلامتك. عشان كده لما أظهرت ردة الفعل دي هي شعرت بالإهانة. بس أنا كنت عارف كل شيء وأنا اللي مهدت للسيدة كويل الطريق. بس زوجتك ما كانتش تعرف إن أنت عارف الخطة. وشعرت إن أنت ما أخدتش كلامها على محمل الجد. بيقول في نفسه. أنا بس ما كنتش عايزة أورطها. كنت عايزة أبعدها عن كل شيء. للأسف ما قدرتش أفهم مشاعرك يا أليس. بعد كده بيكتب لها رسالة اعتذار وبيرسلها ليها.
ارسل ده إلى زوجتي مع الحلوى المفضلة ليها. بيقول الخادم في نفسه: رسالة اعتذار من سموه شخصيا؟ أنا عمري ما شفته بيعمل كده في خلال السنوات اللي أنا قضيتها معاه هنا. قولي، بحثت في أمر الطبيب؟ أيوة يا سيدي، قامت زوجته بقتل أحد النبلاء عن طريق الخطأ، عشان كده السيدة كويلين وعدته إن هو لو قتلك هتقوم بتبرئة زوجته. على أي حال هو وعدني إن هو مش هيتورط بصنع السم القتلي مرة تانية، وأنا هستخدمه لقتل الوحوش الخاصة بالدوقية. بعد يومين بيوصل ابن السيدة كويلين والأخ الغير شقيق لكايلوس. بتكون هي لسه بتفكر وبتقول لنفسها: من الواضح إن هو كان بيستخف بكلماتي. نفسي أعرف بيفكر في إيه بالظبط. بتجيلها الرسالة وهم قاعدين على العشاء. بتفتح الرسالة وبتقرأ المكتوب. بتبتسم، معنى كده إن هي قبلت اعتذاري. أنا سعيد جدا يا أخي إن أنت بقيت بصحة جيدة. سمعت إنك مجيتش تزورني ولا مرة من لما كنت في الغيبوبة. ده عشان كنت مشغول بالدراسة في الأكاديمية. كايلوس، أنت عارف إن ابني الأول على الأكاديمية لازم يدرس بجد من أجل مستقبل الدوقية. مم. من أجل مستقبل الدوقية. تمام. عشان كده بهنيك بصدق على درجاتك الممتازة. بعد كده بتشرق أليس أثناء ما هي بتاكل. أليس، انتي بتعملي ايه؟ عايزة تثيري ضجة في يوم مهم زي ده؟ لا يا أمي، أنا بخير، مفيش أي شيء. بالمناسبة يا أخي، أمي أخبرتني إن زوجتك أثارت ضجة عشان تكون كاهنة. بعد كده بتقوم الخادمة مارس بتحضير حلوى العشاء، والدكتور هيلكن بيكون منتظرها. يلا أسرع بسرعة وحط السم، أحدهم قادم. أمي قالت إن أنا أثرت ضجة. سيدي، أنا عملت كده عشان زوجي، لأن بفضل دعوتي زوجي استيقظ مرة أخرى. كان يوم مهم جدا وقت استيقاظ الدوق، لكن انت بتسمي ده مجرد إثارة ضجة؟ مين يصدق إن شقيق الدوق مش مهتم أبدا إن شقيقه استعاد وعيه؟ خلاص كفاية كده. بيقول في نفسه: دي مجرد زوجة مزيفة اشتريتها أمي، لكن أخي أكيد هيساعدني في موقف زي ده. قبل ما هي تكون منقذتي فهي زوجتي، عشان كده خليك مهذب معاها. بيتعصب جدا إن كان معاها ضده. حاضر يا أخي، أنا آسف. أنا قعدت حلوى مميزة بمناسبة وصول إيديلم، حضرتها بنفسي. اتفضلوا ادخلوا. بتقول في نفسها: أكيد دي الحلوى المسممة. انظر ليا، انت حتى مش بتبص ليا خالص. وبيقوم الخدم بسكب الحلوى أمام الدوق. بتقول في نفسها: يا أحمق، انت كنت فاكر ان انا مش هستخدم ضدك السم مرة تانية؟ غبي جدا. يا رب، انا لازم اعمل اي شيء. بتقوم عشان تحاول تتصرف وتعمل اي حاجة. لسه كان هياكل الحلوى. جلالتك، ما تاكلش الحلوى اللي في ايدك دي. ايه ده؟ هيلكن، الحلوى دي مسمومة، ما تاكلهاش يا سيدي. ايه؟ حلوى مسمومة؟ ايوه يا سيدي، انا سممت الحلوى. ارجوك سامحني واعفو عني. بتقول ايه يا وغد؟ سممت حلوى الدوق؟ اسحبوا الراجل الشنيع ده بعيد عن هنا. انتم واقفين كده ليه؟ اعملوا اللي انا بقولكم عليه. بيقول كايلوس. قول اللي انت عايز تقوله يا هيلكن. هيقول ايه اكتر من كده؟ امي، ما افتكرش ان مجرد طبيب هيعمل كده من نفسه. قول اللي عندك يا هيلكن. مين اللي امرك انك تعمل كده؟ كل ده بأمر من السيدة الكبرى. بتتصدم من الموقف اللي هي اتحطت فيه دلوقتي. اخرس، ازاي تتجرأ وتتهمني اتهام زي ده؟ مش بتهمك، انا عندي الدليل. ده حجر التسجيل يا سيدي، فيه كل شيء متسجل. ايه ده؟ ده صوت السيدة كويلين. ومش كده وبس، هي مسؤولة عن انهيار سموك كمان. ازاي تتجرأ؟ انا هقتلك يا حقير. بيكون الطبيب منتظر ان هي تهجم عليه، ولكن كايلوس بيكون بزقها وبتقع على الارض. من حسن حظك ان انا متعافتش بشكل كامل، عشان كده مش عارف كويس اتحكم في قوتي. قوليلي ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ انت كنت عارف طول الوقت ده وبتتظاهر؟ لو ما كنتيش عملتي شيء غبي ده كنت انقذتي حياتك. لكن انتي بالشكل ده ما اذيتيش نفسك بس، لا، انتي كمان اذيتي ابنك. امي، انتي كويسة؟ ديفيد. نعم يا مولاي. ايه ده؟ دول فرسان المعبد، وده قائد الفرسان. الاشخاص دول حاولوا تسميمي. خدهم واحبسهم في الزنزانة لحد ما احقق معاهم بنفسي. امرك يا سيدي. يلا خذوهم من هنا. ايه ده؟ دول الفرسان الامبراطوريين. ايه اللي جابهم هنا؟
بأمر من جلالة الإمبراطور جينا عشان نقبض على المجرمين. انت بتقول ايه؟ بقول ان دي أوامر الإمبراطور. مش ممكن، دول حاولوا تسميم الدوق، بيقول كايلوس. قولي ايه هي جريمتهم عشان انت تقبض عليهم. التلاعب بدرجات الأكاديمية والرشوة، لازم يتعمل تحقيق شامل عن كده، وانا ايه ضماني انك ترجعهم لي تاني بعد ما يتم التحقيق معاهم؟ ده مرسوم ضمان يا سيدي. غريب جدا ان قضية الرشوة يتم فتحها في اليوم ده بالذات. انا بس بتابع اوامر جلالته. ومن امتى وجلالته مهتم بقضايا الرشوة والفساد؟ عامة اتفضلوا خذوا المجرمين. بعد كده بينظر شوية لأليس وبيقول لها: اكيد انتي دوقة الشائعات. ايه ده؟ هو يعرفني الشخص ده؟ انا مش عايزة اتورط معاه ابدا. انا ما كنتش اعرف ان في شائعات كتير بتدور حول زوجتي. بسبب الزواج المفاجئ يا سيدي انتشرت الشائعات. ما كنتش أعرف إن الإمبراطور بيهتم بالأمور دي. سيدي، أعتقد إن أنا كنت فضوليا زيادة، أنا آسف. هقابل الإمبراطور غدا وهخبره عشان كده ما يقلقش بكل حاجة. أليس انتي كويسة؟ بتقول في نفسها: ما كنتش أعرف إن الإمبراطور مهتم بيا كده. أنا لو أخبرت كايلوس إن أنا في رواية، يا ترى هيصدقني؟ لا، أكيد هيقول عني مجنونة. أليس، أليس انتي كويسة؟ ندوا بسرعة على الطبيب. أنا بخير يا كايلوس، أنا بس كنت متفاجئة. يا دوق. بتبص للشخص اللي جاء وبتقول: ده تشيري، مساعد الدوق المقرب. أنا بخير، هروح بس غرفتي عشان أرتاح. بعد كده بتذهب إلى غرفتها تحت أنظار كايلوس اللي كان قلقان عليها جدا. قالت إن هي كانت متفاجئة، بس وجهها كان خائف جدا. سيدي، أعتقد إن الإمبراطور قبض عليهم عشان بس يحميهم. طالما جاء بمرسوم فأنا مش هقدر أعمل أي حاجة. نستنى ونشوف هيحصل إيه. دي كده كانت نهاية الحلقة. لو عجبتكم قولوا رأيكم إيه.